لقابس بالي قلب عبسك كتير بتخبي بالبيت دا يمرق الربيع ولا مرة بتجاز فيه شو بالك خايف بتجيب مفاجآت قلبك حساس يا ملكة الإحساس مدلين مدلين كيف كنت طايرة أول ما عرفتيه بعد طول الليل والنوم نسيتيه فجأة صرت تنامي عالتماني وش خير ما شاء الله بشو بليت حالك بشو نحن نستمع أيضا إلى هذه الأغنية للفنانة الشابة النصراوية ربا شمشون. مساء الخير ربا. أهلا، شكرا على المقدمة. بعدنا ما خلصناش المقدمة. ما خلصتيش. طيب ربا، أنت فنانة فلسطينية بنت الناصري، مقيمة الآن في إيرلندا للدراسة بعد أن أتميت دراستك في البلاد في الأدب الإنجليزي والتربية الخاصة، واليوم أنت مشغولة بإنتاجاتك الفنية اللي بهالمناسبة طبعا إحنا عم نحكي معاك اليوم، اللي هو إنتاج السنجل الأغنية فقاعة الجميلة. أنا كنت عم بقول الصغيرة كل الوقت لكن هي بكتابتك الجميلة. وأنت حاليا عم بتكملي دراستك في جامعة نيو بارك في دبلن في تخصص الجاز. مظبوط. نعم ربا، يعني من كل هذا ومن كل اللي أسمعناه ورح نسمع كمان أشياء، يعني واضح إنه أنت في لك لون خاص أو إنك أنت عم بتدوري على هوية اللي مش بالضرورة موجودة في الكلاسيكي العربي. هل هذا صحيح؟ مظبوط. والإشي ما كانش مخطط الصراحة، مش إنه يعني قلت بدي أعمل إشي اللي هو مخصص بالكلاسيكي العربي أو إشي، بس سمعت لون موسيقى معين وفي إشي جذبني بهذا اللون ورحت مع الإحساس، يعني ما فكرتش بالإشي أكتر من اللازم، فهذا اللي طلع. نعم. لكن أنت اليوم بتمارسي يعني عمليا دراسي وإنتاج وبتحاول إنه يعني عملك هو مهني، لكن أيوة. وانت يعني بداية طريقك وانت كانت هيك المحطة اللي نقدر نقول فيها انتقلتي من الهواية لأنك تكوني أكثر في طريق مهنية مدروسة أكثر؟ قبل 6 سنين بتخيل بجيل 24 فهمت انه عشان افهم بالضبط شو الاشي اللي بدي اعمله، عشان افهم على العازفين اللي بدي اعزف معاهن ايش عم بيحكوا، وقد اشي كان جذاب. لغة الموسيقى كانت يعني اشي غريب علي، فقررت انه هاي هي الطريقة الوحيدة انه اخذ طريق مهنية انه اتعلم الموسيقى وبالذات تخصص جاز. اتجهت لمدرسة ريمون. وهناك تعلمت 3 سنين جاز وكمان موسيقى معاصرة. وحاليا عم بنهي هاي السنة، يعني نشكر الله. كانت طريق طويل شوي، بس هاي السنة مفروض أنهي التعليم. يعني انت هيك انا شفت لك يعني مواد كثيره، يعني بقدرش اقول لك على فكره يعني كثيره هيك لانه بدنا اكثر. عندك اعمال نادره، ولكن خلينا نقول في هيك في رني. اذا انا اليوم اذا بسمعها بعرف انه هاي ربا. يعني هل بتعتبري، انا بشوفت انه انت بلشتي تكتبي كمان مواد لإلك وتلحني، يعني هل كمان هاي قفزه تانية غير الدراسي بالنسبه لإلك؟ طبعا، لانه اول مره بغني اغنيه لإلي كانت اول مره بحس انه عن جد عم بعمل إشي اللي هو حقيقي بالنسبة لإلي، فهي قفزة تانية. والإشي بس بدأ قبل 3 سنين كتبت أول أغنية اللي هي كانت مدلين. مدلين اللي سمعناها في بداية الحديث. مزبوط. وإسا عم بشتغل على فكرة على الفيديو تبع مدلين، إن شاء الله يطلع عن قريب. التلحين هو إشي تاني، هو مختلف جدا على العرض نفسه، على الغناء نفسه، لأنه باخدك على محل تاني اللي لازم تبحثي أكتر على الحقيقة اللي أنت بتأمني فيها، على مخاوفك اللي كتير مرات صعب علينا نواجهها بشكل عام، أو بتلاقي قوتك يمكن. بالضبط. ما هو لما بتلاقي مخاوفك كمان، أنا بحس إنه لما أنا بغني عن خوفي أنا عمليا عم بتعامل معه وعم بتخطاه، فهذا كمان كتير إشي بيساعدني.
حلو. يعني انت ايضا يعني كان عندك تجربه بتلحين وتمثيل وكتابه اغنيه لفيلم اللي هو فيلم لما شفتك. لما شفتك لآن ماري جاسر، مزبوط. قبل 3 سنين بفكر صور الفيلم. ما كنتش بقول تمثيل، يعني كان دوري كتير صغير، بس اللي عن جد الاشي اللي بفتخر فيه وهو الأغنية اللي كتبتها للفيلم. وعن جد تعالي نحكي عنها بعد ما نسمع شوي من الأغنية. أوكي. خليكي. يا مكان بيت وبستان ملان ألوان هالبستان، أبيض ياسمين وفلي كمان، أحمر برقوق ورمان، أخضر قصير صبر والتين، جني ملياني ألحان. فجأة ما بعرف شو صار، حن هالسنبل ومعان، شوي شوي يا ليل لا تروح، إذا بان نهار بتبان الجروح. شوي شوي يا ليل لا تروح، إذا بان النهار بتبان الجروح. شوي شوي يا ليل لا تروح، إذا بان النهار بتبان الجروح. طبعا ربا، يعني هاي الأغنية مأخوذة من الفيلم وهي جزء من المشهد، وأكيد رح تعملي لها يعني توزيع وإصدار بشكل أكتر يعني لكي تسمع أكيد. يعني خلينا بموضوعها بشكل مستقل عن الفيلم. مزبوط. بس احكي لنا يعني عن هالتجربة، يعني غير إنه هي أغنيتك ولحنك ودخلوا على السينما وكمان كان بوجودك داخل هذا الفيلم. الصراحة ما كنتش مفروض أنا لما المخرجة آن ماري حكت معي، حكت إنه أغني أغنية اللي هي موجودة، بس الصراحة من بعد ما شفت الفيلم وين تصور بالأردن، وهالقد كان الطبيعة حلوة وهالقد كان خضار، وكمان كان ملان فلسطينيين من الداخل ومن الخارج، وكان يعني عن جد شعور كتير حلو إنه كلياتنا كنا بنفس المحل، يعني بليلة طلعت هاي الأغنية، وعن جد من محل مش مبتذل ومن محل هالقد حقيقي. يعني أغنية أنا أول إشي يعني أتوق إلى سماعها لما تكون خلينا نقول قلت لك مستقلة عن الفيلم ومعمولة فقط كمشروع موسيقي، يعني أنا بعتقد إنه هي كذلك، يعني حتى لو كانت مشروع، يعني حتى لو كانت أغنية موضوع يعني زي ما بسموها أو ثيم وورك. عزيزتي، احنا يعني قلنا انه ليش تحركشنا فيكي بهالمقابله، وطبعا صدفه انه انت راجعه على البلاد بهالفتره للاعياد. هي اصدار اغنيتك الجديده فقاعة الجميله. يعني خليني هاي الفكره اللي انت حطيتيها فقاعة الجميله، اول اشي بالكلام، تعالي نحكي عنها، شو بتعبر لك؟ هي إنكار الحقيقة تقدر تقولي. فقاعتي مكان معين، مكان بفكر كل واحد منا بهرب لمكان معين بأوضاع صعبة أو بظروف صعبة، بفوت على صومعة خاصة فيه، على في ناس بيسموه على كهفه، في ناس بالزبط. على صومعة، في ناس بالضبط. وبضحك شوي الصراحة إنه عم نحكي عن فقاعة الجميلة من بعد ما كنت تحكي قبل عن داعش وعن كلها. أنا كنت أسألك شو شعورك. صراحة لأنه عن جد الأغنية أجت من هذا المحل، من محل بدور على الأمان. وإحنا يعني إحنا من عد الناس كتير محظوظين إنه إحنا نوعا ما بأمان. يعني لما بتشوف الاشياء بين مزدوجين بالاخبار بشاشه التلفزيون،
يعني ما بعرفش، الأفكار بتتشتت يعني. واو. فبتدوري على محل الآمن تبعك يمكن لما بتشوفي كل هاي الأشياء اللي أنت يعني طبعا نشرتي وأطلقتي هاي الأغنية وفيها يعني مع فيديو كليب اللي هو معمول من أنيميشن من رسوم متحركة. فتحكي لنا كمان عن طريقة العمل ومين اشتغل معك وكيف أنتجتوا هالعمل. أيوة، أول إشي على الموسيقى كان كتير مهم بالنسبة لي إنه أشتغل مع ناس اللي بحب شغلها، بحب موسيقتها. فتواصلت مع حسن ورامي نخلي من مجد الشمس. نعم. اللي هن بيعزفوا معك أيضا في مدلين اللي هن من توت أرض. مزبوط. نعم. صح. كتير بحب موسيقتهن وبحب بني آدمين بجننوا. فسجلنا الأغنية قبل سنة بمجد الشمس، ومن هناك في مجد الشمس مش يعني مجد الشمس فيها استوديوهات وعمل وبالإمكان طبعا استوديو بشر أبو صالح. طبعا فيها من أكتر البلدان بالبلاد اللي شفت فيها موسيقيين. حبيت أشدد على هاي النقطة إنه أنت ما بتحتاج لباريس عشان تنتج، مع إنك أنت موجودة بأوروبا، ولكن بنهاية الأمر بمجد الشمس استطعتوا إنكم تعملوا عمل هيك رقيق وراقي من هالنوع. بالضبط. مزبوط. بلد بتجنن وعن جد بحييهن. نعم. اللي بدي أسألك إياه يعني عن الأنيميشن كمان، ليش اخترتي ومين عمله كمان؟ ليش اخترت؟ الصراحة وأنا أكتب الأغنية فكرة الصور الرسوم المتحركة طلعت، لأنه حسيت التصور نفسه إنه في بنت صغيرة بفقاعة هو اللي خلاني، يعني هو اللي عمل تسلسل للأغنية، هو اللي جاب الأفكار أكتر. فقلت إنه لا، مجبور إنه يكون هنا في فيديو اللي هو أنيميشن، اللي هو يأخذ البني آدم اللي عم بيشوفه لمحل تاني، يمكن محل أحسن، يمكن يخليه يفكر برش. فالصراحة شوي استصعبت بالأول لأنه مش كتير إشي دارج الأنيميشن بمجتمعنا. بعد فترة تواصلت مع جريس كردوش من الناصري اللي هو أنيميتر، أو رسام رسوم متحركة. لا، الرسامة الصراحة اسمها شارلوت شاما من حيفا، أصلها من فرنسا، ورسامة فظيعة. يعني عمليا في الرسم نفسه وفي التكنولوجيا اللي يصير فيها اللي بتحرك، هو زي الدمى. نعم. يعني الإيد مثلا بتكون لحال فهو بيحرك الإيد لحال. هذا نوع من الأنيميشن. طبعا في كتير أنواع أنيميشن. فأخذنا كتير وقت، وكل الشغل كان على سكايب، كل التواصل كان عن طريق الإنترنت. وهاي أول مرة بكون بمشروع من هالشكل اللي كل التواصل بيكون عن طريق الانترنت. ما كانش هوين، كان تحدي. واضح يعني، وتحدي نجحتوا فيه. طب خلينا نسمع شوي صغيرة من الأغنية، احنا رح نسمعها بعد المقابلة بس. صوت مذيع وشعر احتجاجي، وأنا أراك ولا أرى سواك. ربا الكلمات لمين؟ لإلي برضو كلماتك. يعني أقول لك شو عم بتثير الدهشة بكل أطراف هذا العمل ربا. ومن هون بدي أسألك يعني اليوم يعني هل في عنا زي عدة تيارات في المينستريم، في البديل أو في الاحتجاجي فهل بتشوفي نفسك مثلا في مجموعة الفن البديل اللي ما بده يكون بالكلاسيكال السائدي والأخرى؟ يعني شو بتعرفي نفسك بالنسبة لهاي النقطة؟ الصراحة بحبش التعريف هاي، لأنه بحسها كتير بتحدد الشخص. فبفضل إنه أقول إني بعمل الإشي اللي بحسه حقيقي لإلي، والإشي اللي بتواصل معاه، والإشي اللي بحس إنه بحب أشاركه مع المستمع، لأنه هذا اللي بالآخر اللي بدنا إياه، إنه نشارك إشي منا مع الناس اللي ممكن يحسسهم منيح مع حالهم. مش رح أقول بديل أو
خلاص بننزل نسقط كل التسميات. يعني لا أقول كان القصد من السؤال إنه أحيانا في ناس هيك زي بحصروا نفسهم بمكان معين أو بيعرفوا نفسهم باتجاه واحد أو آخر، واللي أنا بسمعه منك إنه أنت ما بدك تكوني بهالحصار. يعني لا، ولا مرة رح أوقف أكتشف أنواع موسيقى، ولا مرة رح أوقف أدرس موسيقى نعم. لا. وبنتأمل طبعا نتأمل لك كل النجاح ربا، وكل شكراً. النجاح بهاي الأغنية الجميلة اللي أطلقتيها، فقاعتي الجميلة. شكرا. بدنا نسمعها هون ونتأمل طبعا بقية الأعمال اللي عندك المكنوزة واللي بعدك مش مطلعتيها كمان. يلا بلشي لأنه إحنا متشوقين لكل ما هو جديد. شكرا لك ربا. شكرا، مع السلامة. سلام. طايريني بالفضاء، انسيني بالوجود، فقاعتي جميلة احميني من كل سوء. طايريني بالفضاء، انسيني بالوجود، عبر الجبال عبر البحار خديني في سماكي، دعي الهوى ينسج مجراكي. عبر الجبال عبر البحار خديني في سماكي، دعي الهوى ينسج مجراكي. صوت مذيع وشعر احتجاجي، وأنا أراك ولا أرى سواك. انسيني بالوجود، فقاعتي الجميلة احميني من كل سوء. طايريني بالفضاء، انسيني بالوجود،